السلام عليكم متابعين. هاك معلومة، شوفوا كيفاش ردت الجماهير الرجاوية على العدوان والهتافات اللي هتفوا بها الجمهور الجزائري، وقارنوا بين هادي وذيك، وشوفوا كيفاش التحضر، وشوفوا كيفاش الوعي، وشوفوا الإبداع. شوفوا الجماهير تبارك الله كلها مرتدية اللون الأسود، وكيفاش ردت على الصغير مانديلا حفيد مانديلا. وشوفوا دابا كل شي الصحف اللي في جنوب إفريقيا يعني كتداول هاد الشي اللي دارو الجماهير الرجوية، وهاد الشي اللي فعلاتو، وبهاد الرد يعني المتحضر، الرد المزلزل، الرد الصاعق اللي وخا نعطيو للشعب الجزائري 100 عام وزيدهم واحد شوية ما يقدروش يديروا فحال هكا. وغادي دابا نضربو واحد الطليلة ونشوفو واحد الدويرة عند هادو اللي قالك هما يا أسياد إفريقيا، وأن الجزائر دولة اقتصادية عظمى، وأن الجزائر تملك من المال ومن الثروات ما يكفيها ل2000 عام أو يزيد. ونشوف ندور واحد الدويرة وشوف، شوفوا الأزبال، شوفوا البنية التحتية عندهم كيفاش دايرة، شوفوا الجامعة الجزائرية كيفاش دايرة، شوفوا هادشي كيفاش داير. ودابا غادي نتصنتو كلنا جميعا للرد اللي دارو بوريطة. هذه ماشي المرة الأولى اللي جنوب إفريقيا كتمشي في هاد الطريق هذا من 2005، وجنوب إفريقيا كتحاول أنها تاخذ هذه المواقف السلبية والمواقف اللي يعني متشددة. ثانيا، هاد المواقف جنوب إفريقيا كتجي كتعبر على عجز، ما كتعبرش على قوة. لأن جنوب إفريقيا في 2005 لما اعترفت بالكيان الوهمي وتعاملات مع الميليشيا المسلحة، كانت كتظن بأن الملف غيتغير، بأن إفريقيا غتبعها، بأن العالم غادي يتبعها. شنو وقع من 2005؟ من 2005 20 دولة سحبت الاعتراف، منها 10 في إفريقيا. 7 دول في الجوار ديال جنوب إفريقيا ديال الصادق سحبوا الاعتراف. جنوب إفريقيا دخلت المجلس الأمن 3 المرات في 2005، في 2007 وفي 2011 وفي 2019، ما غيرت والو. جنوب إفريقيا كتشوف بأن اليوم نصف ديال القارة الإفريقية 23 دولة حلات قنصلية في الأقاليم الجنوبية، منها عدد كبير من الدول ديال المنطقة ديالها الجوار المباشر ديالها. جنوب إفريقيا كتشوف بأن 90 دولة اليوم كتعبر على موقف إيجابي من مبادرة الحكم الذاتي اللي قدمها المغرب في 2007. ومن هاد 90 دولة 30 كاينة دولة إفريقية اللي غادا في هذا المنحى. جنوب إفريقيا غتشوف بأن في المغرب رجع الاتحاد الإفريقي، المغرب يرأس مجلس الأمن والسلم، والاتحاد الإفريقي غادي في واحد المواقف بناءة في هذا الإشان. إذن فهاد كل هذه البهرجة وهذا الصخب هو كيعبر على عجز عن تأثير في الملف، وأن اليوم ترفع واحد اش كنقولوا طوخشو، واحد الخرقة، ولا دير واحد طابي غوش، ما كيغيرش من الملف، وإنما كيعبر على عدم القدرة على التأثير فيه، وبأن إلا كان هذا الشيء اللي بقى فإنه ما كيضيفش للملف شيء. النقطة الثالثة هي أن جنوب إفريقيا اليوم بهذه التطورات اللي ذكرت هي في الجانب الخاطئ من التاريخ، لأن المسار هو مسار نحو إيجاد حل في إطار الأمم المتحدة، هو حل مبني على الشرعية الدولية، هو حل كيفرق ما بين شنو هي دولة وشنو هي ميليشيا، شنو هو عالم وشنو هي خرقة، شنو هو هذه هي اللي كتسنى الناس من دولة لا بغات تكون عندها المصداقية.